عليكم يا جماعة. حبيت اعمل لكم حلوة سريعة وجميلة فيها مكونات كتيرة، كلها فيها زيوت نباتية وجميلة جدا. بمكون هنحط موزاية واحدة، وعندنا شوفان، وعندنا بذور كتان، وعندنا سمسم، وبذور شيا، وعندنا طبعا سوداني، و7 تمرات متقطعين صغير، وحبة البركة، وعندنا جوز الهند. هنحب نشوف الطريقة وهتعجبكم. دي بتبقى سناك اللي عايز ياكلها في اي وقت، ما فيهاش اي حاجة، بس بنشرب بعديها مية، لان كلها تعتبر فيها زيوت، فيها حاجات ان هي بتزود الشبع، فلازم يتشرب معاها مية، زي بذور الكتان وبذور الشيا. الحاجات دي مهمة جدا، فجميلة قوي. وتعالوا نشوف الطريقة. تعالوا نبتدي بأول حاجة هنضيفها، هي حبوب الشوفان. هنضيفها بالشكل ده، هنحط نص الكمية مثلا، ونشوف بعد كده. معانا هنحط السمسم، وهنحط بذور الكتان، ومعانا بذور الشيا، حبة البركة، ومعانا هنا المكون دوت اللي هو ال7 تمرات. اللي حابب يحطهم يحطهم، واللي مش حابب ممكن يحط الزبيب. فانا فضلت ان انا احط المكون بتاع التمر. وعندنا السوداني، كلها حبوب. هنحط بعد كده جوز الهند، هنحطهم مقادير حسب الرغبة، ملهاش مقادير معينة، اضافات براحتكم. هنحط بقى المكون الاخير، هي الموزاية المهروسة، هنضيفها وهنقلب ونرجع لكم. هحطهم واقلبهم كده على بعض. هقلبهم يعني جامد، وبعد كده هرجع لكم تاني. طبعا بعد ما قلبتها كده اهوت، فطلعت ان هي مش ماسكه شويه، فهضيف لها شويه من زيت جوز الهند. هنضيف شويه صغيرين، تمام. وبعد كده هنحط معلقه دبس التمر، معلقه واحده علشان ما تبقاش مسكره. بالطريقه دي هنقلبها ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعة انا عندي شكلين، عندي شكل كبير وشكل صغير. الشكل الكبير ده لو انا عملته يبقى هاخد واحدة بس منها مع اي حاجة يعني بشربها. لو هعمل الصغيرة دي، لو انا حابة هاخد 2 هاخد 2. انا هشيل الشكل الكبير وهعمل الشكل الصغير. تعالوا نشوفها هنتعمل ازاي. مقدار زي معلقة ونص، وهضغط عليها بالشكل ده على الأحرف كده عشان تبقى مضغوطة. وتطلع بالشكل ده. هنخلص الطريقة كلها ونرجع لكم تاني. وهنا الكمية بعد ما خلصت بقت بالمنظر ده. هندخلها الفرن، هنشغل من تحت شوية الفرن من تحت تحمر بسيط جدا، وبعد كده هنشغل الشواية. هدخلها وارجع لكم تاني.